السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هعلمكم النهاردة بقى طريقة سهلة جدا وبسيطة. لو انتي اول مرة تعملي تقطعي الكرنب، او اول مرة يعني بالتقطيع ما بتطلعش معاكي مظبوطة، او بتهدري كتير من الورق بتاع الكرنب، الطريقة دي سهلة خالص. كملي الفيديو هتعرفي الطريقة بالظبط. انا الاول بسلق الكرنب بتاعي في مية وكمون وملح، وبسيبهم يغلوا، بنزل بالكرنبة، واول ما بلاقيها استوت ما بسيبهاش تنهري، يا دوبك تغير لونها بروح مطلعاها. ببدأ بقى اجمع الورق اللي قد بعضه، الورق الكبير اللي زي دوت انتوا شايفينه كده. بحطه بتنيه يعني بفرده. ببدأ اجيب ورقتين او 3، بفضل احط ورقة فوق ورقة، على قد ما ايديا هتعرف تمسك الورق بتاعي. انا هنا كنت حطيت 3 ورقات عشان الورق يطلع معايا مظبوط، وما يبقاش وما يتقطعش غلط. جبت كده بقى 3 ورقات بالشكل دوت. هبدأ ان انا اجيب السكينة بتاعتي، وهبدأ ان انا اقطع بقى ال ال هبدأ ان انا اقطع الحتة الناشفة اللي فوق ديت. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده. بصوا، العرق بيقولوا عليه عرق، هو ده اللي بنقطعه. تمام. ببدأ بقى بعد ما بقطع العرق دوت، بصوا مش يعني انا مش مطلعه فيه ولا ورق كرنب كتير ولا اي حاجة. هتقطعيه في ثواني، ولو عندك كم يعني عندك 10 كرنبات هتخلصيهم في دقايق. هبدأ بقى ان انا اقطع الورقة بتاعتي كده. انتي بتشوفي حجم الورقة اللي انتي حباها، وبتبدأي ان انتي تقطعي بالطول. يعني انا مقطعاها كده اهي بنفس الطول اللي قطعت بيه العرق بتاعي. بتشوفي حجم الصباع اللي انتي حباه وبتقطعي. انا هنا بحب الصباع مش كبير قوي، يعني بحب وسط. فقطعتها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى، يعني انا قطعت 3 ورقات في نفس الوقت وقد بعض ومتساويين، ولا بقطع بقى حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة، ولا بهدر من الورق كتير ولا اي حاجة. هبدأ بقى ان انا اقطع بقى الورقة يا دوبك على قد الصباع على طول. قسمت الورقة بتاعتي على 2، التانية مثلا لقيتها كبيرة شوية، رحت قسمها على 3، على حسب بقى الورقة بتاعتك. هبدأ بقى ان انا اجمعهم كلهم مع بعض. بصوا شايفين الورقة طالعة قريبة من الورقة بتاعت اختها على طول، ما فيهاش ولا واحدة كبيرة ولا واحدة صغيرة، لا، قد بعضهم. عايزة تسويها بالسكينة بتبدأي ان انت تسويها، ولا حاجة لو حتة طالعة بتاع بتسويها. مش حابة عادي، ده كله بيخش في بيخش في لف الصباع بتاع المحشي. انا بقى هنا كنت قطعت اول واحدة وريتها لكم بالشكل دوت. لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتقولي لي بتتابعيني منين. هبدأ بقى ان انا اقطع بقية الكمية بتاعتي بنفس الشكل دوت في الورقة التانية، عشان بتبقى مقفولة كده من فوق. لو حبيتي ان انتي تسويها بتبدأي تقطعي بس الايه، حاجة بسيطة كده من فوق اللي بتقفليها ديت، بتلاقيها كويسة معاكي. بصوا زي الشكل ده كده. بصي اهي، او انا يا دوب شلت بس الحتة اللي فوق بحاجة بسيطة. يعني انا شلتها كده حاجة بسيطة خالص، بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال اهو، بقى الصباع قد الصباع، ولا بقى واحد طويل ولا واحد صغير ولا اي حاجة، لا، هو كله قد بعض. هبدأ برضو اخلص اخلص برضو التقطيع، بقية التقطيع بتاع الكرنب بتاعي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بشيل حاجة بسيطة خالص من فوق بيفضل معايا، ولو مش عايزة تشيليه عادي برضو ممكن تفرزي ورقة الكرنب والورقة وتقطعيها من النص، وتبقى مظبوطة برضو معاكي، وهتخش برضو في لفة الصباع لو انتي مش عايزة تسويه. انا بحب اسويه هنا. الطريقة دي يا جماعة حلوة جدا وبتسهل عليكي كتير وقت، وبتنجز معاكي كتير قوي.
ولو معاكي كام كرنبايه هتخلصيهم في ثواني، ولا هتقفي بقى كتير ولا اي حاجه. اهو بالشكل ده كده. انا كنت عامله معاكم بقى خلطه المحشي، كانت تحفه بصراحه. هبقى انزل لكم اللينك بتاعها في اول كومنت او في صندوق الوصف. وصفه جميله جدا، طريقه سهله خالص، وهتعملي احلى محشي ان شاء الله. بصوا طالعين قد بعض ازاي، جمال جدا. تعالوا اوريكم كمان مره. انا برحل ايديا خالص ناحيه العرق بتاع الكرنباي. بص اهو، برحل ايديا خالص، ما باجيش من النص واروح شايله نص الورق، لا طبعا. باجي على اخر العرق واروح قطع الورق، قطع العرق بتاعي. هبدأ بقى اقطعها برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بتقطعها 3، بتقطعها 2، على حسب حجم الورقة بتاع الكرنب بتاعك. يعني انا كان ورقة بسم الله ما شاء الله كبيرة، عملتها كده، عملتها 3، وفي ورق عمل معايا 4. بصوا الجمال، طالع كله شبه بعضه ازاي، مفيش بقى ولا واحدة كبيرة ولا واحدة صغيرة، والورق كله طالع قد بعضه ومتساوي. تيجي خلصت الكمية بتاعتي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا الجمال، لو انتي فعلا اول مرة تعملي هيطلع معاكي مظبوط 100%. الاهم متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.